أقراص منع الحمل وأحادية الهرمون البروجسترون أونلي بيلز والمعروفة بأقراص الرضاعة، وده لأننا بنستخدمها أثناء الرضاعة خصوصا في أول 6 شهور بعد الولادة. الأقراص دي بتبقى مكونة من أحد مشتقات هرمون البروجسترون زي الليفونورجستريل وجي بعده الديزوجستريل والدروسبرينون. بنستعملها قرص يوميا مرة مساء قبل النوم بانتظام لمدة 6 شهور بدون توقف، والشريط بيتوصل في الشريط اللي بعده سواء بينزل دورة أو ما بينزلش دورة. وده طبعا عشان نحقق أعلى معدل أمان منها في منع الحمل اللي بيوصل معانا ل 99% بشرط الاستخدام المنتظم. أما الاستخدام الغير منتظم سواء تأخير ميعاد القرص أو إن إحنا ننسى قرص، ده بيخلي فرصة حدوث الحمل معاها بتوصل من 7 ل 9%. من أشهر أعراضها الجانبية هو موضوع السبوتينج أو نزول نقط دم على فترات خصوصا مع الاستخدام الغير منتظم. والحقيقة النقطة دي بدأت تقل تدريجيا مع استخدام الأقراص الحديثة زي الديزوستريل أو التروسبرينون اللي بتسمح بفترة تأخير موعد القرص ممكن يوصل معانا ل 12 ساعة. طيب لو بنستخدمها بانتظام يوميا وفي ميعادها وبرضه بينزل نقط دم، في الحالات دي ممكن نتغلب على الموضوع ده ان احنا ناخد قرص كل 12 ساعة يوميا وبانتظام. لو استمر نزول نقط الدم في الحالات دي لازم نغير لوسيلة تانية، وده طبعا بيكون باستشارة الطبيب. شكرا ليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، دمتم بخير.